وقتها مختار راح لإشإش وقالك إنه مستعد يتجوزها رسمي بس من غير ما أهله ياخدوا خبر، إكمنها رقاصة وسمعة العيلة والجو ده. وقتها كان في واحد بيراقبه وبيوصل كل أخباره للبنى خطيبته، اللي بدورها راحت لشادية وقالت لها إن ابنك مشي مع الرقاصة. فشادية عملت إيه؟ راحت لإخلاص وهددتها لو ما بعدتش إشإش عن مختار هتكمل اللي عملته فيها زمان. بس بعد إيه؟ لأن في الوقت ده كان خلاص الفاس وقعت في الراس، ومختار جاب خاله شيخ المنصر وعمل فيها مأذون وكتب كتاب مختار وإشإش، والاتنين بعد ما قضوا الليلة مع بعض كل واحد رجع بيته عشان أهله ما يحسوش بحاجة. وقتها شادية قالت لمختار إن لبنى بتراقبه وشافته مع إشإش ولازم يبعد عنها. وكمان إخلاص حكت لإشإش على اللي عملوه أهل مختار فيها زمان، وإنهم أخدوا منها الكباريه بتاعها ولبسوها في قضية مخدرات، ولما طلعت لقت تجارة المخدرات خلتهم أغنياء وما قدرتش تقف قصادهم، عشان كده لازم تبعد عن سكة مختار.